هذه الأغنية إخواني أخواتي نيض عليها الحرب في المغرب الآن. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. فرح اليوم غتفضح لنا منشط ديال الراديو محمد بوصيحة المعروف بمومو. فضيحة خطيرة جدا ما نقدرش نوصفها كيفاش دايرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من بعد غنتقلوا إلى فضائح أخرى مع كوردو ثم مع الفنانة كريمة غيث بسبب هذه الأغنية هذه، ومنوضها مع إسحاق شارية وكيف غادي يكون الرد ديالها. وفي الأخير الفضائح اللي ما عمر سمعتوها على الربالة اللي غينوض لها تحفة، واحد النوضة خطيرة ما عمر تنساها في حياتها. قول لهم مومو راتك واسعة من ديالي، قول لهم راه كتشدي ديك بجوج وتطلع لسيدك اللي حاطك تما واللي كيبغيك وكيموس عليك وتيغير عليك وما تيبغي حتى شي حد يطحنك من غيره، ولكن انت كضرب ضريبات بتخبيه عليه يسيق لك الخبار يوريك ويحيدك من داك الكرسي. قول لهم راه بيناتكم علاقه غراميه من زمان. مومو ملي كنت بروش انا عقلت يا مومو على القهوه اللي كنتي كتشربي فيها يا الكلب. قول لهم راك ماشي راجل وما كاينش فرق بينك وبين قنانه، غير قران عطاها لمراكش كامله ونسيح داك سيدك وبعض الناس نجبد لك اسمائهم اللي كضرب معاهم ضريبات، داك اللي لاباس عليهم المرضى اللي عز عليهم يطحنوك. قول لي ماما راه كيتخشى بك تزدك هذاك. اقول لي ماما راك كتلبس حوايج العيالات ملي كتكون سهران مع سيدك اللي حاطك تما. اقول لي ماما راك ماشي راجل ما كتقيمش يا البنيته يا المريوه. الصرا ولد الحرام تبقى تقلد من تما. واش كذبت عليك؟ خرج قول كذابه. لا سرور كان عندي متاكده من عرفتي ريحتك عاطيه ديك البلاصه فين جالس تما، وريحتك عاطيه كلشي كاع الموظفين اللي تما بديك البلاصه عارفين سيدك كيطحنك وعارف انه كيبغيك كيموت عليك، حيت هو ما عندوش مع العيالات عنده مع بحالك يا ماما. طبعا أن فرح عندها الأسرار ديال جميع المشهورين والمشاهير كما كنعرفوا، منهم هاد مومو هذا اللي خدام في الراديو، صحفي ولا منشط ولا انيماتور سميوه كما بغيتو. لان بالنسبه لي انا ما صحفي ما انيماتور ما توزع مخربق وصافي، ما عليناش، ماشي هذا هو الموضوع. الموضوع هو ان فرح قالت بانه ما تيقدرش على الزوجه ديالو في الفراش، داك الشيء هو سبب الطلاق وما يقدرش يقولها، ومع ذلك نصنتوا الروايه ديالو اشنو قال على الطلاق ديالو. كان بالنسبه لي مهم بزاف نشارك معكم نعلمكم انني طلقت. هذه عامين باش تفارقت مع مونيكس، مع المراه اللي كنت بها. هذه عامين حنا مفارقين، عامين حنا في الطلاق. داك الشيء علاش كاين اللي لاحظها وكاين اللي صيفط لي دي ميساج وقال لي علاش ما كتهضرش على ولدك بزاف. عندي جوج ولاد، ما عنديش ولد واحد، عندي جوج ولاد، واحد الاول سميتو حسن الثاني سميتو نايل. بلا ما ندخل لكم في التفاصيل، كاين شي تفاصيل في الماغازين اللي بغيتو تقراوهم بغيتو تعرفوهم في ايولا ماغازين ماروك، كاين فيهم التفاصيل بغيتكم تعرفوها بلا ما ندخلوا. انا كاين اللي قال لي علاش درتيها، كاين من صحابي من الناس اللي كنعرف قال لي علاش درتي، علاش دير ماغازين، علاش تعاود. كان بالنسبه لي مهم نعاود لكم حيت شاركت معكم الزواج، دونك خاصني نشارك معكم الطلاق. ماشي معناتها انه الحياه ما مزياناش والحب ما كاينش، ولا غير الحاجه المهمه انه الزواج صعيب. كنقولها في الانترفيو، كنقول لهم كون يديروا شي مدارس باش واحد يتعلم يتزوج تكون مزيانه، حيت اللي كيضيعوا من بعدهم الدراري. والخطا ماشي ديالي والخطا ماشي ديال هذيك السيده كنتزوج بها، لا الخطا ديالنا بجوج، الخطا ديال العائلات بجوج. وفي الطلاق ما كاينش الفوتيف وما كاينش الضحيه وما كاينش الفوتيف، ما كاينش بجوج كلشي بلا ما نقلبوا على شنو هو الفوتيف. تشارك انت وليتي مشهور وتشارك قال لك راه وليت نشارك مشهور وليت قال لك واصلا ماشي كامل انا عرفت كاش ما طلقش نجا عرفتي علاش ماشي راجل. سيتي البروميي كومونتير ديال واحد سو لا باج فيسبوك ضحكني بزاف. هذا اللي كان قال له يعني انت ماشي راجل في الكومونتير، يقدر يكون عنده الصح من وجهة نظري، ولكن واش ماشي راجل قال له على حساب التهريج ديالو في البرنامج ديالو، او لا على حساب ماشي راجل كما قصدات فرح بانه ماشي راجل في الفراش. ما فهمتش شنو تيقصد هنا، ولكن على كل حال من خلال البرنامج ديالو التافه الفاسق الفاجر صراحه ما برنامج ما والو، بالتالي نقدر نسميه انا ماشي راجل. دونك ميرسي بوكو. نقول لكم الصراحه راني طلقت بانه شكرا لكم بزاف، لان بكم نتوما بالايت راديو بالاذاعه بالبرنامج بكم نتوما قدرت نصبر هاد عامين كامله. ما
كانت سهله بزاف، سيتي تري ديفيسيل، صعيبه بزاف. دابا كنهضروا فهمتي من الداخل نايضه فيا فو دارتيفيس. سي كو سيتي تري ديفيسيل بور موا العامين هادي، هاد العامين ديال الفراق سيتي تري ديفيسيل تري دور. دونك ميرسي بوكو افو باسكو بكم نتوما لي زوديتور اوديتريس قدرت نصبر حيت كنبغيكم بزاف، حيت كنبغي حرفتي بزاف، وحيت قررت انه نوض كل صباح ونجيو ندير البرنامج باش ما كان وداك الشيء اللي عطا الله وما نبينش لكم شي حاجه وحتى شي حاجه. وهذه عامين وهي طالعه نازله فيا صعيبه بزاف. الطلاق والفراق صعيب بزاف. عشت شي حوايج اللي صعاب بزاف. عشت ولدي اللي شافني وما عرفنيش. عشت ولدي الثاني اللي تا هو شافني ما عرفنيش. شفت ولدي اللي كيقول بابا لواحد اخر. دونك عشت بزاف حوايج اللي صعاب. مي على قبلكم نتوما قررت انه كنت وعدتها وكنت قلتها للناس اللي قراب لي، قلت لهم عندي واحد ليميسيون، عندي واحد البرنامج، الحمد لله كلشي الخدمه بخير، الحياه الشخصيه ماشي تالي ما كاين مشكل. هاد جوج كلمات ما نقدرش نخليهم يدوزوا او لا يمروا مرور الكرام. اخواني اخواتي ركزوا معايا وفكروا معايا. قال بان الحياه الشخصيه ديالي ماشي تلهيه، يعني الحياه الشخصيه يعني داكشي اللي تيقصد شنو تيقصد؟ داكشي اللي قالت فرح بانه حتى هو مثلي الى اخره. مشكله هذه الا كان كيقصد هادشي، لان ما يقدرش يقول ويفصح على الامر شنو كاين، ما يقدرش، ولكن لمح والتلميح. شكون اللي خلانا نفسروها؟ هي فرح قالت بانه مثلي كيدير وكيفعل الى اخره مع المعلم ديالو الباترون ديالو في الراديو ديالو. كارثه عظمى صراحه في هذه البلاد، كلشي ولا مثلي، كلشي ما فهمت انا اش واقع في هذه البلاد. كنطلب الله انا غير السلامه في هذه البلاد قسما بالله العظيم. ولو ان بعض الخبراء ديال الطقس كيقولوا بان هذا العام الله يستر، كيقولوا ان هذا العام ابتداء من شهر 10 غيكونوا عاوتاني كوارث طبيعيه، منهم زلازل، منهم فيضانات، منهم راه لا حول ولا قوه الا بالله. ولا اي حاجه جات، اي كارثه جات راه نستحقها ونستاهلوها باختصار شديد. نطلب من الله اللطف ونطلب السلامه، ولكن الا جات راه نستاهلوها، لاننا راه لا حول ولا قوه الا بالله. السهر الليالي، الفساد، الزنا، الدعاره، القاصرات والقاصرين ولي بواط نوار المهم راكم عارفين نتوما الفساد والروينه. ما نعرفوا راسنا مسلمين ولا يهود ولا نصارى ولا ما نعرف. كتلقى المغربي كيصلي نهار الجمعه ونهار السبت تلقاه في البار، لحد تلقاه في الكباري تيكذب وكيسرق وكيصلح ما بين الناس وكيقول الصدق وكيدافع على المظلوم وكيدي المال ديال اليتيم وكينافق كيديرهم كاملين، كيدير الحلال كامل وكيدير الحرام كامل، كيصلي وكيسرق وكيسكر وكينصب وكيفرق ما بين الناس ويلاقي الناس بالخير وبالخيط الابيض ويدخل ما بين الناس ويصلح الناس ويفرق ما بين الناس ويدير النميمه ويحسد ويكره ويحقد ويدابز ويضارب ويقول على الشيطان ويفارق الناس. ما تعرفوا مسلم، ما تعرفوا كافر، ما تعرفوا ملحد، ما تعرفوا مؤمن، ما مصيبه ولا حول ولا قوه. ما تابعين تا دين، ما احنا ملحدين، ما احنا مسلمين، ما احنا كفار، ما احنا ما فهمتش هاد شنو حنايا، ما فهمتش الا من رحم الله. ان التعميم راكم عارفين من لغه الجهلاء، ما كنعممش، ولكن الاغلبيه ما تفهمهمش في هاد البلاد شنو اين دين تابعين. وكنت ما نقول لكم شي حاجه، انا بغي نقول لكم كاين اللي كيسولني على ولدي، كاين اللي كيقول لي كيدير ولدك كذا، وانا ما عرفوش انا كيدير حيت تفارقنا وحيت ما كنشوفوش بزاف. دونك نتمنى على الله بانه انا شوف حاجه وحيده اللي عارفه انا مرضي والدين، دونك ان شاء الله يكون كل شيء بخير وخير. اهم حاجه بالنسبه ليا نقولها لكم نتوما، يعني نعلمكم نتوما، حيت في شحال وهي طالعه فيها هبطه ما يعرفش كنت نقولها ما نقولهاش. باش نقول لكم واحد القضيه، ليكيب ديال المورنينغ، سناء، حسام، بزاف اللي ما قلتهاش لكم، بس انا ما عمري قلتها لك. اول مره نهضر على الطلاق ديالي اليوم معاك انت يا سناء، انت جالسه اون فاس معايا الصباح. هي دابا هاد الوقيته هادي عمرنا ما هضرنا عليها كاع، حيت بالنسبه لي نتوما مهمين بزاف. البرنامج مهم، المستمعين مهمين، خصني نعطيكم داك الشيء اللي بغيتو هو النشاط، تكونوا بخير. والحياه هي هادي، وحدوا راسكم مع من كتزوجوا، حدوا راسكم مع من كديروا الدراري، حدوا راسكم بزاف، حيت في الاول كيصحاب كيجيك داكشي زوين بخير، مي فيت تري اتونسيون وتبعوا الهضره ديال الناس اللي كبر منكم، مهم جدا. بما انك انت ما حضرتيش راسك، ما استمرتيش في الزواج ديالك، طلقتي، فشلتي، اذا بلا ما تعطي النصائح شوف راسك انت ونقد راسك انت، وكل واحد راه قد بهمه. نكملوا مع فرح. نقول لهم الاحمر اللون بورجوا اللي كدير بلي مارا العكار بورجوا، ملي كتكون غادي قصر عند سيدك غادي تحلق
نقول لهم انا لاكار بورجوا اللي جاب لي كادو والسوتيامات وحوايج العيالات وداك الشيء السيني. نقول لهم اش كتلبس بالليل؟ كضرب الحمر. كاينه ولا لا مومو؟ كضرب سترين كاع مومو. شتي؟ ولكن الرجال مساكن غاديش يمشيو لديك البلاصه، واخا يكون قاري، واخا يكون ما عرفت شنو عنده، ما عمره ما غيوصل تما، لاننا كاينين شي ناس مرضى بحال هذاك النوع داك اللي مصاحب معاك. عرفتي شحال من عام وانا كنعقل عليها ماما راه وصلت لك ولا قداش تفو على جنس. اخواني اخواتي، هذا هو المعلم ديال محمد بوصفيحه اللي مسمي راسو مومو. راه مومو النيت، سبحان الله العظيم، اسم على مسمى. ما علينا، ندخلوا دابا المعقول مع التحفه في هذه الحلقه الخطيره بزاف، خطيره، فضائح كارثيه صراحه. والمشكل نايض واحد الضجه كبرى على كريمه غيث بسبب هذا المقطع هذا، ومن بعد ندخلوا التفاصيل وغادي نسمعوا تفاصيل اخرى على الرباله اللي غيفضحها تحفه. فضائح خطيره لاول مره غادي تسمعوها. شفتي ديك الشجرة لابسة لبسة خضرا، شفتو ديك الشجرة لابسة لبسة خضرا، والله مسحور والله مسحور. علاش هادوك اللي كيتبجحوا بانهم كيوقفوا مع المواطنين وكيحاربوا علاش الزبهم كتوصلوا جهه طالوني كترجعوا اللور؟ علاش؟ حيت مع الياس العمري، حيت مع خو الياس؟ لا زعما لاش علاش كتوصلوا للطالوني كتضربوا الطم؟ انا كنعرف قناه كبيره فيها شي 27 مليار قال لك مشاهده وصلوا لطالوني، هو ينوض معاهم وما يتصالحوا معاه. والله ما عرفتش شنو هي هذه القناه هذه. هي شوف الوسخ، قناه ديال الفضائح، شوف تي في، لان هي اللي قبل ايام خرج عليها واحد التقرير حقيقي، لان هي الاعلى المشاهدات في المغرب، تقريبا بواحد كذا 20 مليار ديال المشاهدات في السنه، وكتدخل اكثر من 12 مليار ونص في السنه ديال الفلوس، الملايير الشريف، 12 مليار ونص في السنه، يعني اكثر من مليار في الشهر. سيروا نتوما تفرجوا في التفاهه والوسخ. والله تصالحوا معاه. ويلي ولكن زبر مو طالوني كيوصل عندي سالة الحفله. هذاك قول بنتو كنزه لذاك الريفي فين هو، فين غبر، قال لك عنده شي كآبه، شي اكتئاب. هذاك كوردو عندك اكتئاب، انت عندك اكتئاب، تقدر ترجع لديك المراه في الكويت، ترجع لها رزقها، ما تقدرش. كوردو عنده اكتئاب، هذاك لحية الشيطان كيجي اكتئاب، هو دار جميع المصائب. عرفتي علاش جبت لمك اكتئاب؟ حيت بعتي بنتك، حيت هذا ارخص ما درتي في حياتك. ما كتبغيش شي واحد يذكرك بهذه المساله هذه. بعتي بنتك لذاك الريفي، كبتك بعتيها كوردو من اجل المال. بعتي بنتك المتشرد الحباس. ما فهمتش انا كاينين شي وحدين هنا كيدافعوا على طالوني، والله ما تكونوا عقادات وزمحات بحالو، بالله العلي العظيم والله ما تكونوا بحالو. فينكم هذوك اللي كيقول لك كنحاربوا؟ حنا كنحاربوا، والله ما كاينش واحد كيحارب، والله ما كاين شي واحد كيحارب هادو. قدر يمشي عند شي مغني يحقر عليه، كاع هادوك اللي في المغرب واللي يجيو انتخابات يحقر على شي مغني ولا يحقر على ما هادشي ديال وليداتنا يلقى بهم في المجهول، يلقى بهم في التغديت، يلقى بهم في دور الدعارة في تركيا، بناتنا يلقى بهم في دور الدعارة في تركيا، عيالاتنا تصوروهم
بحال هاد مولاهم الشريف كيقول لها مدرستي الحلوه ما تقدروش، مخليني عنب بوحدي في فم المدفع ما كيتحشموش. ضحكني اسحاق شاريه. اسحاق شاريه في الحمله الانتخابيه هادشي راه مول البارح، باش يهضر على داكشي اللي كيضر المغاربه وهاد المصائب الكحله ديال النصب والاحتيال والابتزاز. وانت محامي ياك اسحاق شاري، ما باش لك الصوفي مجموع جامع عليه رباعه ديال العاهرات وباغيين يحلوا الصينيه عاوتاني على سعاد البريقي، ما بانش لك وطلع المنصه. يقول لي السي اسحاق شاري مالك؟ انه الفساد. وشنو هو الفساد؟ انا يصحابني واش غيدوي على مشاريع متعطره، يصحابني يدوي على شي مستشفى ما فيه شي البناج بحال الصيف اللي داز باقي عاقل في موريزغو. البناج 3 شهور ما كانش. والله بناج في موريزغو اللي بغاو يديروا لي عمليه كيضربوه بعصا هنا في قلقه وطراسي يديرها عاد يفتحوا لي. صحابني واش غيدوي على شي طرق غير مكتمله، هو يطلع هو يدوي لهم على كريمه غيت مالها فنانه بحال دوك الصحافه ديك النهار يتما سعيد والحوات قالوا لي غنعيطوا على الوكيل العام وغنعيطوا على الوكيل العام وغادي ندخلوك للحبس حيت تعطل. شكون تعطل؟ سعيد والحوات. قافي مسكين هذاك الصحافي والله ما عرفتو وراه صاحبي، والله الا صاحبي سي نور الدين داكير، والله نعتذر منك قسما بالله العلي العظيم. وتتريزيانيت يا خو مابقيتش عارفك. سي نور الدين داكير تحيه ليه من هذا المنبر والى كل اصدقائنا بمدينتي الجديده. مالك السي شاريه كريمه غيت مالها؟ سرقت فلوس؟ لا، مشات طاحت على شي واحد من دوك الاراضي السلاليه ديال سيدي سليمان وطبط ليه رزقه ومشى كلشي بحال داكشي بحال ديال الوراش مع اعطيني ساكي باغي الماكي باغي نبان اليوم زوينه سعر سود زيد ويطلع قال لك غنات لينا اللهم الزهو ولا جواج القهره ويطلع خداها كورقه انتخابيه. هاد شاف عنا هاد الايام واحد قليله الادب كيقولوا لها واحد كلمه غيت كتعرفوها واحد الشنيوله كتعرفوها قبل ما تشوفها جاتو تطوان كتظن النساء تطوان الكلمات العفيفات اللهم الزهو يعني اللهم قله الادب وقله العرض ولا زواج القهره كتقول اللهم الزهو ولا زواج القهره هاد قليله الادب. وانا اقول لها اما ترى الناس تطوان وان الناس محافظين وانهم اصحاب اخلاق واصحاب قيم اما ياك السي اسحاق شاريه بانت لك كريمه غيت مسكينه ضريفه غنات اللهم الزهو ولا جواج القهره وهي بهاد الزواج ولا ما الزواج وما يتعثروا المشاريع في مدينه تطوان وهي تجي الرعد والبرق ويموتوا الناس. اسحاق وشاريه باغي تشري الكريمه غيت بانت لك كريمه تطوان محافظه لازم تغنيها في شي بلاصه ماشي محافظه. واش كتصنت الاغاني الشعبيه ولا ما كتصنتش اليوم السي اسحاق شاريه؟ قبل ما نكملوا اخواني اخواتي غنشوفوا شنو قالت كريمه غيت على هاد العباره ديال اللهم الزهو ولا زواج القهره ونشوفوا الرد الفعل ديالها. علاش دراتنا كلمه اللهم النشاط وما دراتناش كلمه ولا زواج القهره؟ لانه هاد الجمله ما كتعنيش اننا ما نشجعوش الزواج، كتعني اننا ما نشجعوش الزواج ديال القهره. وزواج ديال القهره خويا ما بغا حتى واحد، لا مراه لا راجل. اغنيه من التراث المغربي تغنات منذ اجيال. بني انا مازال كاع ما تزاديت، الا مشيتي لمراكش غادي يقول لك يا وجزاه يا الوقت انت زواني مع راسك صافي جاكو نشوطي. مي سي السعاده، سي لامور، سي لا جوا، سي هاو بشويه
شويه وشويه سيدي وجيدي شويه شويه ما وصلتلكش هادي عندي ها محالش. ما حشمتيش السي اسحاق. كريمه غيتضريبه ماشي ديال العيب، ماشي ديال العيب. داخله سوق راسها وغادا حويطه وتغني مسكينه من هنا وغادا مع الوقت. صافي نوضتي عليها من اجل الانتخابات. دوي على تطوان، دوي على شي حاجه. واحد السنيوله قليلة الترابي كتغني اللهم الزوله جواج القهر. واش تفيوا صاحبي؟ وقيلا ما سمعتيش هادشي ديال ستاتي والحمداويه؟ ما سمعتي؟ لا محالش والله ما سمعتيها بالله. واش نسولك، سمعتي لداك بوز فلو شنو قال على مرتو في داك التراك؟ سمعتي؟ ما قلتي والو. تعرف بان احزاب في الحمله الانتخابيه كتجيب الدراري رابورات. الله الا يجيب البيك هذيك النهاريات كاع العداله والتنميه جابوا البيك كاع. والله واحد العام اش كيقولوا هادو؟ دخلت عليك بالله اسحاق شاريش كيقول. واش انت غادي معانا واش عايش معانا ولا ما عايش معانا؟ عايش معانا ياك؟ عايش معانا ما بان ليه والو في تطوان. ملقى عليه يشدوي ويل الثقافه كريمه غيت. انا كيبان لي بصراحه ان هذا اسحاق بغى يدبر على اصوات وبغى يدبر على اللي انتخب عليه ربما، وركب على هذه الموجه ديال كريمه غيث وصافي. كريمه غيث ماشي كنقول ان كنشكرها ولا الفنانين كلهم راكم عارفين الا من رحم الله. ما عرفناش كريمه غيث اش كدير، ولكن المهم بالنسبه لاسحاق شاري راكم عارفين السياسيين ما عنديش فيهم الثقه انا اصلا كاملين، الا واحد اللي شي شويه فيه الضو، ماشي تنقول مزيان ماشي كنديرو اشهار وما كنعرفوه ما كيعرفني ما حتى شي حاجه اللي على الاقل ما كيسرق الناس الفلوس ديال الشعب، اللي هو بن كيران. بن كيران على الاقل كون كان سرق درهم كون فضحوه، كون داروا له اكبر فضيحه في التاريخ البشري من ادم عليه السلام الى اخر يوم قبل يوم القيامه. ولكن ما لقاوش عليه سرق درهم. ما عمر قالها شي واحد، لا اخ النوش ولا رشيد الطالبي العالمي اللي دار هذه الفضيحه هذه في ذاك الاوديو المسرب الا كنتو سمعتوه، اللي هضر على القجع وقال لهم والله لا دا وزاره الماليه في الانتخابات الجايه وغادي تديها وزيره الاقتصاد اللي هي ناديه العلاوي ولا داك الشيء. المهم واحد الفضيحه كبيره جدا. ولكن كيبقى بن كيران شي شويه فيه الضوء وشي شويه كيحن في الشعب وكيفكر في الشعب بكل صراحه. اما الباقي راه غسلوا يديكم اخواني اخواتي. وكاين اللي غيقول لي اودي راه بن كيران هو اللي خرج على الشعب، هو اللي حرر المحروقات، هو اللي دار حيد المقاصه حيد الى اخره. هادشي صحيح، ولكن حيدوا بحسن النيه، لان كانوا كيسرقوا الملايير وما عندوش كيفاش يدير يوقفهم، لان كيجيبوا له بان كيقولوا له خصنا تعويض ولا خصنا دعم ديال 15 مليار درهم 100 مليار ديال الدرهم، ما عندوش كيدير. خصو يعطيها لهم فلوس الشعب فلوس الدوله كيعطيها لهم. شاف تاع هو يحرر اسعار المحروقات باش ما يبقاش يعطي ديك الملايير الاخ النوش وامثال الاخ النوش. على شنو نوا؟ انا ماشي كنبرر له، ولكن كنقول غير الواقع. الواقع هو قال ان فاش غنحرر اسعار المحروقات غادي تكون منافسه شريفه ما بين الشركات ديال المحروقات كاملين. تقريبا كاينين واحد 15 ولا ما بقيتش عاقل بالضبط شحال من شركه المحروقات في المغرب، البومبات باختصار. يعني قال الا كانت وجابوا الله راه حنا في اوروبا ما جابلوش الله بان راه كلشي شفار. هذا هو الخطا اللي ارتكب بن كيران. جابوا الله راه الكفار اللي كاينين هنا اوروبيين، زعما اوروبيين كيتنافسوا بالتناقص. يعني ان هذه البومبه اللي دارت المازوت 14 درهم، البومبه الاخرى غدير 13 درهم باش تجر كليان وتبيع اكثر، واخا بثمن اقل والربح اقل، ولكن غتبيع بزاف وغتربح بزاف. جابوا الله راه بحال هكا، بحال الشركات الاتصالات في اوروبا، الويفي وداكشي ديال الكونيكسيون 4 جي و 5 جي في التليفون داكشي كيتسابقوا. بحال دابا المغرب عندنا حنايا 1 جيجا ب 10 دراهم، في اوروبا مثلا لا، غتلقى 1 جيجا ب 5 دراهم ولا ربما اقل.
يعني كيتنافسوا بالاقل باش يجروا كليان بزاف ويبيعوا بزاف، ولكن هنا لا، كيتفقوا علينا كنا غنديروا نفس الثمن، وكنا غنطلعوا الثمن ونطحنوا الشعب، والشعب اللي ما عجبو حال راه سبتها كاين حرق ولا خوي ولا رحل ولا انتحر موت شغلك هذاك، ما كاينش اللي يتسوق لك. البشر موجود والبشر كيدبان. يا الحماق هادو راه ما كيدويوش على المصائب، كيدويوش على القيم اللي كت هادو يستغلوا الاخرين يستغلوا. اجي نهضروا دابا على المصائب الكحله. الصوفي اللي هو المحامي السمسار، المحامي النصاب، ديك الرباله فين مشات؟ الرباله فين مشات؟ كتحاربوا الفساد، وانه لما النصب اللي كيديروا، القضايا اللي كيحاولوا يخرجوها للرأي العام باش يديروا الصواني، عوض ما يحاربوا هاد وليداتنا اللي كيتاجروا بهم بحال طالوني ومولاهم الشريف وكوردو تاجر حتى بنته، كيمشيو لواحد يحارب كل هذه الامور. علاش؟ لانهم كلهم يلتقون في النصب، غير كل وطريقته. قلت لك الرباله سيري، راه سوف تجلبين لك ولاهلك اللعنه. دابا خوك المحامي اللي مازال كان راعي على ودو، هذاك خالد مولمن، الاستاذ خالد مولمن، تا هو في سوق الاربعه، هيئه القنيطره، هو صاحب حليم والنوري. واش هو اللي حرشك؟ الرباله بيني وبينك، وانا استبعد هذا. الرباله نسولك، ديك البنيته اللي عندك بيني وبينك، هذاك ميشيل يقدر يولدها؟ يدي انقذك من الدعارة، يقدر يولدها بيني وبينك؟ هي بيني وبينك الرباله، الله يرحم لك الوالدين، جاوبي واش يقدر؟ ما يقدرش. نسولك الرباله واحد السؤال الله يرضي عليك. قناه ديالك، عاد نجي للصوفي. قناه ديالك الرباله بوعزة الجدارمي فين هي؟ قناه ديالك بوعزة الجدارمي فين هي؟ عطيتيها وانا جبدتو البارح لهذاك مطيب بز ديال السعوديه اللي نصبته هو على الباطماويات. مره انا غندير مشروع، مره هادي ومره هادي. علاش عطيتيها ليه هذاك امير؟ لا نسولك الرباله دابا يا امير اللي في السعوديه، علاش عطيتيها الرباله القناه ديالك اللي هي بوعزة الجدارمي؟ علاش؟ وشنو اللي خلى هاد امير، هاد بوطغمه الطبيب زاد هو اللي ما كيشوفش، تا هو دار بحال جيراندو، مشى بغى يكبر العضو، قال لي ما عندنا ما نكبروا فيه، سير اخويا داكشي ديال الله. اول سؤال، علاش عطيتي القناه ديالك؟ ولماذا سكت عنك بينما كان تيقول واحد الهضره خطيره قبل ما تعطيه القناه ديالك؟ انا نقول لك علاش عطيتي القناه ديالك. هذا الفيديو خديته مع السير مقتصد، شكرا بزاف لانك بذلتي مجهود تقلب في الارشيف. سمعوا خوتي المغاربه، اجي بغيتي نجبدو. سمعوا بسم الله. سمعوا. حتى الناس كتجمع في 50 مليون في 4 ايام، نتوما هاد اللايكات ما قاديش ديرهم. انا جاي كنقولك شكون كيعطي دوك الفلوس، لان هادوك ماشي السخاوه هادوك. انا شوف نتوما ما فاهمين والو اللعبه كي داير. فهموا اللعبه كيفاش كتخدم الزباله. دوك
الناس. دوك راه عصابه النصابه والمحتالين. منصه النصب والاحتيال. هو النصابه اش من صفه كديروا الاحسان العمومي بعد اولا. ثانيا كيفاش 4 ايام غتجمعوا فيها 50 مليون؟ مالكم كتبيعوا الكوكايين تم ولا شنو في ديك المنصه؟ انا ما فهمتش. مستحيل ابناء الجاليه غيجمعوا 50 مليون في 4 ايام بديك الطريقه. وحنا عارفين شكون هما اللي كيتبعوكم، شكون اللي كيدعمكم. نتوما خطر على المجتمع، نتوما تقدروا تمولوا الارهاب ضد البلاد على هاد القبال. السريعه بصحتك خذي من عندهم ال 50 مليون عندك يديروا لك نوض ونوض. راه جمعوا اكثر من 50 مليون اللي جمعت لك تطار روباله، اكثر من 50 مليون جمعات. خصها تعطيك رزقك. يسرى انت كذلك راه دايرين لك مبادره باش ديري الشكايات. خذي فلوسك راه سعاو على بسميتك سعاو داروا الصينيه. هما المقاطع كاينين. واحد السيده كطلب 50 اورو 100 اورو كذا وكذا، راه جمعوا بسميتك، راه كيجمعوا في الخفاء الصواني. هادو نصابه هادو. هما كيسحبوا حنا كناكلوا التبن، كناكلوش التبن. شكون اللي كيدعمكم بالضبط؟ اول ما بانت السريعه كانت غدير العنصريه، بدات كتقول حنا ريافه وحنا كذا وحنا كذا. نتوما ديال الداء. اذا والمنصه ديال الزباله حنا كنعرف انا عندها متابعات ومتابعين من الانفصاليين ومن الناس اللي كانوا في الحراك كيشجعوا على الفتنه في المغرب. هاد الناس ما بقاوش كيناقشوا القضايا. لا 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 لا، هاد الناس ممكن يعطيو فلوس ويقتلوا بنادم. هاد الناس اللي عرفتوهم غيجمعوا 50 مليون ويعطيوها شي واحد مدمن على المخدرات ويقولوا سير قتل بنادم قتلو. هاد الناس خطر. انا مشي بعيد دابا، انا ما بقيتش غنهضر على بوكريشه. انا ما بقاش كيتسوق لي. انا صاحب بوكريشه انتهى المسلسل ديال السريعه وجوهره انتهى. الناس جمعوا الفلوس، جمعوا 50 مليون. كاين غير واحد كيعطي ب 12 مليون ب 10 المليون. وتصوروا وحده مزوجه كيطلعوا لها واحد كيقول لهم طلقها نعطيها دار نعطيها 70 مليون. اذا هادو شكون هما هادو؟ هادو راه خطر خوتي. هادو ما عندهمش مبرر. هادو اللي كيتبعوهم تما وما عارفش راه هو في خطر. راه ما تقولوش ليا الطريقه باش خدامه ديك الزباله وديك التريكه اللي معاها. طيب شي حاجه علاش هزوا ولا ما هزوا بصحتكم وراحتكم. هذا الصوت هذا اللي دابا هو ديال المقتصد. شكرا له جزيلا. مباشرة بهذا الشيء عيشة الروبالة ولا عويشة الروبالة اللي هي مول من فاطمة الزهراء كتعطي لها هذا قناة ديالها، وربما تقدر تعطي حتى شي حاجة واحدة أخرى، لأن هي كانت كدير دعارة بكل صراحة. إلا كنسولو واش داك ميشيل اللي يقدر يولد هاد البنيت، حنا ما سوقناش في هادشي. أنا ما سوقناش، ماشي سخنة. الناس تجتهد في الضرب في الأعراض واختلاق اختلاق الملفات. السيد كيعرفها من شحال هادي. قال لها شنو علاقتك بريافه ديال الحراك؟ جبد واحد الهضره مهمه قال لها واحد، قال لها وحده مزوجه طلقي وانا نعطيك الدار ونعطيك 70 مليون. هادو واقيلا هما اللي قال عليهم الله عز وجل يفرقون ما بين المرء وزوجه. هادو الآية أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هادو كفروا، هادو الشياطين، هادو ماشي فرعوا القيم، هادو بعدلوا القيم. هادو المواضيع اللي خصهم يهضروا عليها تتهم الوطن تتهم القيم. نو هما كيوسعوا الصينيه. اخر حاجه سمعتها مازال ما سمعتهاش ولكن عارف بانه كيديروا الصينيه باش يدخلوا المحامي القائد السمسار الصوفي باش يدخلوه الملف ديال سعاد البريقي. وملف ديال سعاد البريقي راه ساهله، راه تنتظروا غير الحكم من الاخر. هاد الامور هادي ما مفهوماش. هادو يجب ان يفتح تحقيق في هذه المصائب كلها.
كيبان لك بان الناس خونه بالاخر، ناس خونه، ناس ما تيهمها لا وطن ما تيهمها، وكلهم كونيكتين. دابا الخطير هو كلشي مكونيكتي دري مخترقين كلشي. انا ما فهمتش اخواني اخواتي. شكرا على حسن تتبعكم لهذه الحلقه. اضرب لكم موعدا غدا في نفس التوقيت، والى حين ذلك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى لقاء الغد باذن الله تعالى. مع السلامه.